اهلا بيك في حلقه جديده مع اتعلم مع العسال، والحلقه رقم 12 في كورس تحليل البيانات بالاكسل. في الحلقه دي يا سيدي هنبدا في عمليه التحليل، وهنبدا نحلل بياناتنا بقى باستخدام البيفت تيبلز باعتمادنا على الداتا موديل اللي احنا عملناه، وهنشوف الامكانيات او الحاجه اللي ممكن تكون مختلفه واللي متضافه في حته الداتا موديل دي. معلش الناس اللي هو ممكن يكون عندها خبره شويه في البيفت تيبلز او كده ممكن تستحمل معانا شويه. احنا هنا مش بنستخدم يا جماعه، او خلينا نركز ان احنا هنا مش بنتعامل مع فكره ان انا ابقى جامد من حيث الاداء. يعني الموضوع هنا مش اباوت التول نفسها، الاداه نفسها. احنا هنا بنفكر ازاي ان احنا نجاوب على السؤال بالشكل الصحيح، لان انت ممكن تكون شاطر جدا في الاداء او عارف ازاي تستخدم البيفت تيبلز بشكل حلو جدا وجامد، ولكن هنا الفكره ان انت ازاي نشغل دماغنا عشان نعرف نوصل للاجابه الصح على السؤال وما نجاوبش اي اجابه وخلاص. فلازم ان احنا هو ده الهدف من الموضوع. فانت ممكن تلاقي بالنسبه لك لو انت واحد شغال بالبيفت تيبلز معلومات سهله شويه في الاول وانت مش محتاجها قوي، لكن كيفيه التفكير في السؤال وان تطلع بالسؤال الصح هو دوت الهدف الرئيسي من الموضوع دوت ومن الكورس بتاعنا. وفي نفس الوقت واحنا ماشيين بنستكشف الاداء مع بعض البيفت تيبلز، ونستكشف الامكانيات اللي موجوده فيه والامكانيات الاكتر. فان شاء الله حتى لو انت عندك معلومات في البيفت تيبلز حلوه هتلاقي هنا امكان تلاقي حاجات مختلفه. والناس اللي بتقول لي انجز، انا لازم يا جماعه ان انا امشي واحده واحده عشان خاطر الناس اللي لسه بادئه من الاول. فمعلش لو انا ببقى بطيء شويه، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا اراعي ان في ناس لسه اول مره تشوف الحاجات دي وتبدا واحده واحده من الاول. فيلا بينا دلوقتي على طول ما نضيعش وقت ونخش في الكورس بتاعنا. بس قبل ما او نخش في المحاضره بتاعتنا، بس قبل ما نروح حابب اقول لك انك تقدر تشترك في مخيم تحليل البيانات بتاعنا اللي موجود على السايت بتاعي عسال.com. روح على السايت هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكربشن. ويلا بينا دلوقتي على طول نخش على المحاضره بتاعتنا. وها نحن هنا يا سيدي الجميل اللطيف، وتعالى نراجع كده الأسئلة اللي احنا سألناها المرة اللي فاتت لما تعلمنا كيفية ان احنا نسأل السؤال الصح. بما ان احنا دلوقتي عارفين كيفية نسأل السؤال الصح، تعالى نحط الدنيا كده جنب بعضها وتعالى نشوف ايه اللي ممكن يتعمل وهنشتغل عليه ازاي. فانا فاتح الاكسل اهو، ودي الأسئلة اللي هناخدها من عندنا هنا اهو، وادي كده الاكسل وادي البيفت تيبلز. بس تعالى عشان نوضح الدنيا شويه، فتعالى ندوس هنا ونقول له فول سكرين مود. فول سكرين مود هيخليني اخد مكان الحاجه. طب خلاص نقول له شو تابس اونلي، ايوه كده عشان نوسع المساحات اللي هنا شويه. وبعد كده نرجع دوت تاني نجيبه ونحطه كده، ايوه بس كده. البيفت تيبل بتاعنا احنا كنا كريتناه المره اللي فاتت زي ما انت فاكر، تمام. وتعالى بقى نبدا نجاوب على الاسئله اللي عندنا. طيب احنا المره اللي فاتت شفنا ازاي نسال الاسئله الصح، وقسمنا الاسئله لكذا نوع سؤال. لو ما شفتش الحلقه اللي فاتت مهم جدا ان انت تشوفها، لان الحلقه اللي فاتت دي اللي هي بتاعت الاسئله وازاي ان احنا طلعنا بالاسئله دي كانت من الحاجات المهمه جدا. طيب فتعالى اول حاجه الهدف الاسئله الاولانيه اللي اتسالت لنا وكان هدفها ان احنا ازاي ان احنا ندور او الريزن بيهايند الاسئله اللي اتسالت دي ان احنا انهانس الكاستمر لويالتي، او احنا عايزين نزود نسبه ولاء العميل. طيب فاول سؤال عندك بيقول لك ايه وات از ذا موست used ship mode by our customers. هنروح على البيفت تيبل بتاعنا وهتلاحظ هنا دلوقتي ان احنا عندنا الجداول بتاعتنا كلها، الاوردرز والبيبل والريتيرن والتيبل شيبنج كوست، وده عشان احنا مستخدمين داتا موديل ومستخدمين البيفت الباور بيفت عشان خاطر. فبناء على الكلام ده بقت كل الجداول بتاعتنا موجوده هنا، ونقدر نشتغل على كل الجداول دي في نفس الوقت براحتنا جدا. طيب فهو دلوقتي بيسالك على الشيب مود. لو الشيب مود دوت كان موجود في جدول الاوردرز، لاحظ هنا هتلاقي في حاجه اسمها الشيب مود اهو. لما نيجي نقف على الطرف اللي هنا ده وادوس عليه فهتلاقيه بيجيب لك المفروض ان هو يجيب لك محتوى اللي جوه الشيب مود. فراح بص لاحظ عندي حاجه اسمها فيرست كلاس وسيم داي وسكند كلاس وستاندرد كلاس. طيب هو عايز يعرف انهي اكتر واحد بيستخدم للكاستمرز بتوعنا. طيب وبناء على الكلام دوت اللي انا اقدر اعمله ان انا هروح ماسك الشيب مود ده وابدا احلل فيه. طيب قبل ما نحلل فيه تعالى ندي كده يعني مراجعه سريعه على البيفت تيبلز للناس اللي ما شافتش البيفت تيبلز قبل كده. ولو انت شفتش البيفت تيبلز قبل كده يعني انصحك ان انت قبل ما تخش في الحته دي على طول ترجع تشوف بلاي ليست عندي على القناه اسمها الجداول المحوريه. تبص كده ان تبدا من البيزكس خالص. اما هنا فاحنا هنجري شويه يعني. فانا دلوقتي احنا عندنا البيفت تيبلز او الجدول المحوري هو عباره عن جدول مكون من محورين، ادي محور كده ومحور تاني هنا كده اهو قدامه، واللي في النص ده بيبقى هو عباره عن البيان دي بيان مختصر بناء على الحاجه اللي موجوده هنا والحاجه اللي موجوده هنا، بيبقى حاجه مختصره منه. فالكلام ده عشان نقدر نبني الجدول المحوري فاحنا بنبنيه عن طريق ان احنا بنوزع الحقول بتاعتنا او الفيلدز اللي هي الكولمز الاعمده على واحد من الاربعه دول عشان نرسمه او نبنيه. فانا هنا لو انا عايز احط الحاجه على السطور بحطها هنا. يعني لو مسكت الشيب مود وحطيته على السطور فتلاقيه نزل جاب لي عينه من كل واحد، اكنه عمل كده زي ايه
طلع كده عينه من كل نوع شحن وراح حطه لي هنا، رصه لي كده. وممكن اخده احطه في الاعمده، هتلاقي حطيتهم ايه على كذا عمود كده اهوت، وراح في حاجه عمود في الاخر اسمه جراند توتال. وممكن انا احطه كفلتر، هتلاقيه يبان لك كفلتر هنا فوق وتقدر تفلتر عليه. بس ما تقدرش تحطه في اكتر من، يعني ما اقدرش احطه مثلا في الفلتر واحطه في الروز، لا هو او احطه في الروز واحطه في الكولومز، ما ينفعش غير في مكان واحد من دول. لكن ينفع احطه هنا، احطه في الروز وامسكه واحطه في الفاليوز في القيم. تقول لي ايه ده ازاي؟ هقول لك دلوقتي. ما تيجي نبص على السؤال اللي هنا، قال لك ايه اكتر شيب مود مستخدم. طيب انا عشان اعرف اكتر شيب مود مستخدم انا محتاج اعرف اكتر شيب مود الناس العملاء بتوعي استخدموه او الكاستمرز استخدموه او تم استخدامه من الاخر يعني. فمحتاج ان انا اعد ده استخدم كام مره، وده كل واحد من دول استخدم كام مره، ده استخدم كام مره، وده كام مره، وده كام مره، وهكذا. فعشان اعمل الكلام ده فانا محتاج اعدهم. طب هعدهم بناء على مين؟ بناء على نفسهم. يعني انا محتاج اعد الفيرست كلاس. فساعتها انا همسك الشيب مود ده تاني بعد ما انا حطيته هنا، هقول له بقى ان هيعد كل واحد من دول. فهاخده الشيب مود تاني واحطه في الفاليوز. هتلاحظ راح قال لك ايه؟ كاونت اوف شيب مود، عد الشيب مود. فخد بالك انت ايه؟ قال لك كاونت اوف شيب مود. فقلت لي طب اشمعنى هو اختار كاونت؟ هقول لك عشان خاطر دي ارقام او بيانات اسميه، نومينال او كواليتيتيف، بيانات اسميه. ما ينفعش تعمل حاجه انك تعدها، ما ينفعش تعمل عليها جمع ولا طرح ولا اسم ولا ضرب ولا اي حاجه من الحاجات دي. ما ينفعش غير ان هي ان هي تتعدى بس. فهتلاقي راح هو اوتوماتيكلي عامل لك الكاونت اوف شيب مود. فلما تيجي تبص كده هتلاقي ان الستاندرد كلاس هو اكتر واحد تم استخدامه. فواضح كده ان الستاندرد كلاس هو اكتر واحد تم استخدامه. وعشان خاطر ان احنا نميز الحوار ده فاحنا هنقول ايه؟ هناخد السؤال دوت ونحطه هنا كده فوق البيفت تيبل بتاعنا، عشان خاطر يبقى احنا عندنا زي جايد للسؤال اللي احنا جاوبناه دوت. فاحنا كده جاوبنا على السؤال، ويستحسن انا اقول له كده ماتش ديستنيشن فورماتنج. ايوه كده. طيب انا كده حطيتهم والدنيا لطيفه جدا. بس انا يعني ايه عرفت ان ستاندرد كلاس دوت هو اعلى واحد. بس انا يعني ايه، فتعالى نعمل حركه لطيفه وتعالى نكتب تحت كده، فاهم؟ ستاندرد كلاس is the most is the most used ship mode. ستاندرد كلاس هو is the most used ship mode. طيب حلو قوي لحد هنا. طيب انا دلوقتي عملت القصه دي. طيب تعال نخش على السؤال اللي بعده. انا جاي جاوبت على السؤال، وتعال نروح ندوس رايت كليك ونعلم على السؤال دوت ان السؤال ده تم اجابته. طيب تعال نخش على اللي بعده. Who are our top 10 customers in terms of sales and order frequency؟ مين اكتر 10 عملاء او ال10 عملاء الكبار بتوعنا من حيث المبيعات وتردد الطلب او معدل الطلب؟ تعال عشان نجاوب السؤال ده تعال نبعد شويه عن البيفت تيبل اللي عندنا دوت. تعال نسمي الشيت دوت اسمه pivot calculations. نسميه pivot ايه؟ calculations. قبل ما نسيب pivot table دوت في حاجه مهمه جدا المفروض احنا نعملها طبعا، بس انا مش عارف يعني ابين بقيه الاعمده فوق هنا. هلاقي ان هو او بقيه همسك على البيفت تيبل انالايز وهاجي ادوس هنا وهدي للبيفت تيبل ده اسم. البيفت تيبل ده كان بيجاوب على اول سؤال اللي هو موست يوزد شيب مود. فهنقول هنا مثلا ايه؟ شيب مود كاونت. ده كده العد بتاع الشيب مود، او ممكن نسميها شيب مود ديستريبيوشن، توزيعة الشيب مود which is احسن من كاونت. ممكن نكتب هنا ايه؟ distribution. فانا كده اديت الجدول ده اسم. هتقولي ادي احنا مديله اسم ليه؟ هقول لك والله هتشوف الموضوع الاسم ده مهم جدا. طيب هنخش بعد كده على اللي بعده ونمشي كده. هتقولي ولازم تسيب مسافه حلوه ما بين كل بيفت تيبل والتاني عشان ما يحصلش بينه اوفرلابنج. يعني ايه اوفرلابنج؟ يعني لو البيفت تيبل ده لاي سبب من الاسباب انت قررت انت تعدل فيه او تكبره ناحيه اليمين بسبب مثلا انت رحت جاي ورحت حاطط مثلا اي بيان من البيانات دي حاططها على الاعمده، فالاعمده هتتوسع. البيفت تيبل لما بيجي يتوسع هو بيحتل العمود مش بيزقه، بيحتله. يعني لو انا في بيفت تيبل هنا موجود، فالبيفت تيبل ده لو زاد خطوه عمودين فهيخش يحتل ده ويجي يحتل العمود اللي جنبه، يقول لك ايه؟ لا ده في بيفت تيبل هنا، انا مش هينفع احتل، مش هينفع اتحرك. فدايما سيب مسافه كافيه عشان خاطر ما يحصلش ما بينهم ايه؟ يخشوا في بعض. ودي تبقى مهمه طبعا لما انت تبني مثلا داشبورد كبيره وتحليل كبير وبتاع، وبعد كده يحصل ابديت للبيانات. فمثلا انت كنت حاطط مثلا عدد منتجات، عدد اي حاجه فوق هنا، فكانوا 3. لما جه عمل ابديت للبيانات بيتضاف مثلا نوع جديد، حاجه جديده، فراح مزود عمود. طب فنفترض ضاف 3 4 جداد وانت كان في بعدها بيفت تيبل تاني فيخشوا في بعض. فدايما خد بالك اعمل مساحه كبيره ما بين الاثنين مع بعض. تقول لي طب احنا ليه ما نشتغلش لتحت؟ اقول لك ما بحبش اشتغل لتحت لان انا عاده برص اي حاجه فيها بيانات كتيره على السطور عشان خاطر يبقى الجدول سهل قرايته.
فدايما سيب تحت فاضي. لو عايز تضيف جداول جديده ضيف ناحيه اليمين، روح ناحيه اليمين. انا باخد عاده كده حوالي 1 2 3 4 5 6 7، حوالي 7 اعمده تكون فاضيه ما بين ده وده، وبعد كده بحط البيفت تيبل اللي بعده اللي هو في عمود جي مثلا. هاجي هنا وابدا من عمود جي. لما نيجي نضيف عمود دلوقتي بقى احنا المفروض هنعمل ايه؟ هنشتغل تاني، فهنضيف بيفت تيبل جديد. المره دي عندما نيجي نضيف البيفت تيبل تاني هنضيفه منين؟ هنروح يا سيدي من انسرت عادي جدا، وهنقول له تيبلز، وهنقول له حط لي بيفت تيبل، وهقول له فروم داتا موديل بقى، مش احنا عاملين داتا موديل، فعشان كده اقول له ايه، حط لي البيفت تيبل بتاعي من الداتا موديل، وهقول له في المكان اللي انا واقف فيه هنا دوت اكزيستنج ورك شيت، في المكان اللي انا واقف فيه هنا ده، وادوس اوكي. فلاحظ جاب لي برده نفس البيفت تيبل، وباصص على نفس الاعمده بتاعتي او نفس الجداول بتاعتي اللي في البيفت اللي في الداتا موديل بتاعي. تعالى السؤال اللي بعده اللي هو وات ار، مين التوب 10 كاستمرز ان ترمز اوف سيلز اند اوردر فريكونسي. طب السؤال زي ده لازم نقسمه الاول. تعالى ناخد الاول السيلز، هو عايز اول 10 اول توب 10 كاستمرز عندي ان ترمز اوف سيلز هذه المبيعات، وبعد كده الاوردر فريكونسي معدل الطلب. تعال نمسك الاول اللي هي ايه ان ترمز اوف سيلز، نجيب التوب 10 كاستمرز في البيانات في المبيعات. طيب عشان اجيب المبيعات او اجيب الكاستمرز بتوعي، فهعمل ايه؟ فهروح على الاوردرز وهلاقي فيه هلاقي فيه عمود هنا اسمه كاستمر اي دي او كاستمر نيم. انا هختار ان انا اجيب مين، هاخد الكاستمر نيم بتاعي، هاخد الكاستمر نيم واحطه على الروز. بص خدت بالك انا ليه حطيت الكاستمر نيمز على الروز؟ لان بص الكاستمر نيمز كتيره ازاي. خدت بالك ليه بقى؟ انا دايما بحب اسيب الدنيا تحت فاضيه. لما تيجي تدوس كنترول سهم لتحت لان احنا عندنا حوالي 797 كلاينت. طيب خد بالك ان انا مش هريبورت كل دوت، هو بيقول لك ايه، انا عايز التوب 10، انا عايز اول 10 اعلى 10 بس. طيب ماشي، فاحنا كده هنجيب ايه التوب 10، ادي كده حطينا الكاستمرز على الروز، فبحط لي الكاستمرز كلهم بتوعي. وبعد كده هو قال لي ايه ان ترمز اوف سيلز المبيعات. طيب هروح تاني على الجدول بتاع الاوردرات وهلاقي فيه المبيعات اهي، اروح واخد المبيعات وحاططها في الفاليوز. لاحظ لما اخد المبيعات واحطها في الفاليوز المره دي هيقول لك ايه، هيقول لي sum of sales. المره دي عمل عمليه جمع. ليه؟ لان البيانات بتاعت السيلز بيانات رقميه، فالبيانات الرقميه هتتجمع باي ديفولت. فاروح جاي كده دايس على دوت على السم اوف سيلز، هلاقي ان هو ودوس فاليو فيلد سيتنجز، هلاقي ان هو واخد عمليه جمع سم اوف سيلز، فهو عامل لي جمع للبيانات دي. طيب حلو قوي البيانات كده، انا طلعت كده السم اوف سيلز او اجمالي المبيعات لكل كاستمر من دول. طيب بس السؤال هنا هو بيقول لي ان هو عايز التوب 10. هجيب التوب 10 ازاي؟ هعمل في حركه لطيفه جدا في البيفت تيبلز حلوه قوي. ايه هي؟ ان انا هاجي هنا اقف على فوق كده وهلاقي في حاجه اسمها فاليو فلتر. هلاقي في حاجه اسمها ايه؟ فاليو فلتر، يعني فلتر بالقيمه. بس قبل ما اعمل فاليو فلتر هحتاج اعمل صورة الاول عشان اتفرج. بحب دايما اتفرج قبل ما فلتر، يعني دايما اتفرج على الحاجه قبل ما تعمل فلتر عشان تتاكد احتياطي لو الفلتر بتاعك صح ولا لا. طيب انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل صورة ايه او ارتب ايه؟ عايز اشوف اكبر عميل او اقوى عميل فوق. فانا لو جبته فوق هنا كده ورحت قلت له صورة زد وايه من الكبير للصغير، هتلاقي عمل لي صورة الفابيتيكال. لاحظ بص زد وواي اكس دبليو في مش عارف ايه تي. فواحد لاحظ ان هو عمل سورتنج لمين؟ للاسماء. انا مش عايز صوره الاسماء، انا عايز صوره المبيعات، يعني احط لي الكبير فوق والصغير تحت. فهدوس تاني كده وبعد كده هاجي على حاجه اسمها مور سورت اوبشنز، هدوس عليها هلاقي هنا مختار اسندنج وديسندنج. فانا هقول له انا عايز ديسندنج فعلا، بس هو راح مختار هنا مين؟ الكاستمر نيم. انا مش عايز ارتب بالكاستمر نيم، انا عايز ارتب بالسيلز، بالسم اوف سيلز. فهدوس هنا واقول له اختار مين؟ السم اوف سيلز، وهقول له اوكي. فكده راح مرتب لي باعلى بيانات. طيب ومحتاج ان انا اخلي البيانات تبقى قرايتها افضل واسهل شويه، فهاجي اقف هنا واقول له فاليو فيلد سيتنجز واختار نمبر فورماتنج، وهقول له حط لي فورمات نمبر ومن غير علامات عشريه وفاصله الالف، وادوس اوكي. العلامات العشريه عندي مش هتفرق بالنسبه لي قوي، لكن انا كده بص البيانات بتاعتي بقت مقريه بشكل احسن بكتير، وبقيت عرفت مين التوب 10 او مين الاعلى. فدول كده واحد انشون ميلر وتمارا تشاند ومش عارف مين وريموند وكذا كذا، دول ايه هم اعلى ناس. طب انا بقى عايز اطلع العاليين دول بس، ال 700 مش لازمني. فهاجي تاني وهنا بقى واروح اقول له فاليو فلتر، هقول له ايه فاليو فلتر. هتلاقي في حاجه اسمها توب 10 هنا اهو، بص هتدوس عليها هيقول لك انت عايز التوب 10 ايتمز ولا بيرسنت ولا سم. انا اقول له ايتمز اللي هي اعلى اصناف، واحده بس ايتم واحد. فين؟ باي سم اوف سيلز. لاحظ انت ممكن تعمل دي كل دي اللي هتقول لي انا عامل سم اوف سيلز ايه، كل الحاجات التوتال كاستمر توتال اوردرز بروفيت بير كاستمر. هقول لك هو مش احنا كنا عاملين ميجرز في البيفت في الباور بيفت؟ الميجرز اللي احنا كنا عاملينها في الباور بيفت هتلاقيها ظاهره لك هنا لما تيجي تعمل سورت باي حاجه. الميجرز اللي احنا كنا عاملينها اللي هي موجوده هنا، فانت تاخد بالك. فانا هقول له السم اوف سيلز ان انا عايز هنا اجمع او ارتب بالسم اوف سيلز بس، وهدوس اوكي. فهتلاقي راح جاب لك اول 10 فقط. تيجي تدوس كده الكاونت بتاعهم 10، جاب لي التوب 10 كاستمرز بتوعي. بس ده ان ترمز اوف مين؟ ان ترمز اوف سيلز.
طب بالنسبه للاوردر احنا كده جاوبنا على اول سؤال، فهنا نقول ايه؟ هنقول توب 10 customers in terms of sales. وساعتها هروح جاي راح على البيفت تيبل دوت، وهاجي على بيفت تيبل انالايز وبيفت تيبل، وهسمي البيفت تيبل دوت ايه؟ توب سيلز باي كاستمرز. الاعلى مبيعا بالعملاء. فكده جاوبت على السؤال، فهم دول ايه؟ الحبه دول. طيب لما نيجي نبص على جزء السؤال التاني اللي هو الاوردر فريكوينسي، معدل الطلب، انا محتاج اعرف كل واحد هو طلب كام مره. محتاج اعرف كل واحد هو طلب كام مره. طب دي هنعرفها ازاي؟ دي هتبقى تريكي شويه، ومحتاج ان احنا نرجع نبص على المبيعات، نبص على البيانات. ليه نرجع نبص على البيانات؟ لما نيجي نروح على الاوردرز كده، وبعد كده هاجي على الكاستمر اي دي، فانا هلاقي ان الكاستمر لما هعمل فلتر كده بالكاستمر، هعمل فلتر، اختار اي كاستمر اي دي من دول، اختار اي كاستمر ده مثلا وادوس اوكي. هنلاقي ان الكاستمر طالب طلبات، بس هل كل لاين من دول عباره عن اوردر منفصل ولا ممكن يكونوا في نفس الاوردر؟ لان ممكن تحصل. طب هتحصل ازاي؟ لما نعرف الكلام ده نعرف من تاريخ، من الاوردر ديت. هتلاحظ ان الاوردر ديت هنا او تاريخ الطلب هنا كان يوم 29/6 وده يوم 29/6. معنى كده ان الطلب دوت، ان اللاينين دول هو عباره عن طلب واحد. عرفناه منين؟ من الاوردر اي دي برضو. هتلاقي اوردر اي دي اهو والاوردر اي دي اهو، اتنين اوردر اي دي نفس الاوردر اي دي. فبالتالي الكاستمر دوت طلب الاوردر دوت، بس لما طلب الاوردر ده هو ليه مفتوح في لاينين؟ لان واضح ان هو طلب منتجين مختلفين. لاحظ هو طلب حاجات من الاوفيس سبلايز، بس طلب ابليانسز وبايندرز سب كاتيجوري. طب طلب ايه؟ طلب الحاجه دي اللي هي اسمها بلكن مش عارف ايه سيرج بروتكتور، وطلب حاجه اسمها ايه افري بايندنج سيستم هيدن تاب اكزيكتيف ستايل مش عارف ايه كلام من ده. فطلب ايه؟ طلب منتجين مختلفين. فعشان كده فالكل منتج واخد لاين. فعشان كده الاوردر اي دي او الاوردر اي دي عندي هنا متكرر مرتين، والاوردر ديت متكرر مرتين لانه في نفس اليوم، والكاستمر اي دي برضه متكرر مرتين. فمعنى كده طب انا لما اجي انا هعد بقى عشان اعرف معدل تردد العميل، طب انا ازاي هعده بهذه الكيفيه؟ ازاي؟ يعني ازاي اعرف هو كل عميل طلب كام طلب؟ لان ده كده يعتبر طلب واحد. انا لو عديت الكاستمر اي دي، لو قلت ان انا هعد عدد الكاستمر اي دي هنا في العمود في الجدول دوت واقول عددهم، يبقى ساعتها كده انا او حتى الكاستمر نيم اسمه، عديت الاسم بتاعه كده كام مره، وهقول لك ده عدد الطلبات اللي طلبها. هقول لك لا، لان هو ايه؟ مش كل لاين بيعبر عن طلب، فلازم ناخد بالنا من هذه الكيفيه. طب دي تعمل لنا مشكله. طب ازاي هنعالج بقى المشكله دي؟ هتقولي طب بس احنا لما جينا نحسب الشيب مود، ما احنا عندنا الشيب مود عادي. هقول لك الشيب مود هنا متكرر او موجود في كل اوردر مره واحده، هو مش هتفرق، بس انت كده الملاحظه بتاعتك هتبقى صح. هتقولي ما احنا كده لما عدينا الشيب مود احنا كده عدينا العدد غلط، لان الايتم دوت اتشحن كده بهذه الكيفيه غلط. هقول لك بس في حاجه، العميل ممكن يطلب اوردر يشحن جزء بستاندرد ويشحن جزء بفيرست كلاس، او ممكن يقسم الطلب ويشحن كل واحد بشكل معين. طب احنا هنجاوب على الحاجه دي ازاي؟ بناء ان احنا لازم نروح نرجع وننفستيجيت تاني. بس تعالى نراجع الاول المشكله بتاعتنا هنا اللي هنحلها ازاي؟ هنقدر نعدهم ازاي؟ يبقى انا لما اجي اعد هنا مش هينفع اعد بالكاستمر اي دي، انا لازم اعد بالكاستمر اي دي وبحاجه تانية وبالاوردر اي دي. ولازم لما اجي اعد الاوردر اي دي هعد الاوردر اي دي بحاجه اسمها distinct counting. هعد حاجه اسمها ايه؟ distinct counting. يعني ايه distinct counting؟ تعال نشوف الفرق ما بين كلمه distinct والكلمه بتاعه unique. طب عشان نشوف الفرق ما بين الحاجتين دول، تعال نروح نفتح كده شيت جديد، وهاجي كده هنكتب لك هنا كده دي حاجه اسمها، انا هنا لما يكون عندي مجموعه بيانات، البيانات دي عباره عن مثلا 10 5 5 6 7 3 2 2 1، وانا عايز اطلع من هنا حاجه اسمها اليونيك فاليوز، القيم الفريده من نوعها، واطلع الديستنكت فاليوز، القيم الديستنكت. اليونيك فاليوز او القيمه الفريده من نوعها هنا هتكون عباره عن مين؟ هتكون عباره عن ال10 وعباره عن ال6 وال7 وال3 وال1، اللي هي القيم اللي ما اتكررتش هنا او ما جاتش هنا غير مره واحده فقط. ال10 ما كانتش موجوده هنا غير مره واحده، ال6 ما كانتش موجوده غير مره واحده، ال7 وال3 وال1 نفس الكلام. طيب الديستنكت فاليوز، الديستنكت فاليوز عباره عن ان هو بياخد ايه؟ بياخد عينه، يعني ياخد ال10 وبعد كده اخد ال5، بعد كده لقى 5 تانية ملوش دعوه، بعد كده هيخش على بعدها 6 فهياخد ال6، بعد كده في 7 هياخد ال7، بعد كده ال3 هياخد ال3، بعد كده ال2 هياخد ال2، لقى 2 تانية مش هياخدها، هناخد اكتب 2، لقى 2 تانية مش هياخدها، بعد كده هياخد ال1. فدي كده الديستنكت فاليوز اللي هي القيم
بدون تكراراتها اللي موجوده هنا. واليونيك فاليوز هي القيم التي لم تتكرر او لم تحدث غير مره واحده بس في البيانات. فدي كده فهمت الفرق بين اليونيك فاليوز والديستنكت فاليوز. فالحل بتاع الحركه بتاعتنا اللي هنا دي اللي في جدول الاوردرات دي، ان انا اعد الاوردر اي دي هنا بناء على الكاستمر، بس هعد الاوردر اي دي مره واحده كل مره. يعني الاوردرين دول هيتاخدوا مره واحده في الحسبه، يتعدوا واحد بس، ما يتعدوش اتنين. فهعمل حاجه اسمها ديستنكت كاونتنج، اللي هو العد الديستنكت. كلمه ديستنكت يعني اللي هو اكنك تاخد حته او حاجه واحده، يعني بالعربي بالظبط مش عارف ايه يعني، بس انت فهمت الفكره يعني. طب عشان نروح نعمل القصه دي، تعال نرجع على البيفت كالكوليشنز بتاعتنا، ونيجي نفتح برضو هنا 1 2 3 4 5 6 7، ونيجي نقف عند الار، وهنروح نعمل انسرت لبيفت تيبل جديد من الداتا موديل، وهنقول له اوكي. وهروح هنا بقى ايه، احنا هنا قلنا هنعد الديستنكت كاونت بتاع مين؟ بتاع الاوردر اي دي. نراجع تاني الحته دي، انا هعد الكاستمر، هعد الاوردر اي دي بناء على لكل كاستمر، عشان اعرف كل كاستمر طلب كام اوردر، عشان اعرف معدل. احنا قلنا ايه، عايزين نشوف الاوردر فريكوينسي، معدل الطلب، هو طلب كام مره. بس زي ما احنا قلنا ايه، مش هعد الاوردرات كلها، يعني مش هعد الاوردرات كلها كده، لا انا هاخد من كل، لان العميل الواحد ممكن يطلب اكتر من اوردر، فهاخد عينه من كل اوردر هو طلبه. تمام ماشي. فهروح على اول حاجه هعملها، هروح على الايه، على الاوردر، جدول الاوردرات، وهجيب الكاستمر نيم او اي دي اللي انت عايزه، بس انا هفضل النيم واحطه في الروز. تمام. وبعد كده هروح اعمل ايه، اروح واخد بقى لمين، هاخد الاوردر اي دي وهروح حاطه في القيم. بس لما اجي هنا لاحظ قال لك ايه، كاونت اوف اوردر، هو عد الاوردرات. انا هقول له لا انا مش عايز الكاونت العادي. لاحظ هنا الكاونت 6 11 10. طب تعال الاول نعمل الحركه بتاعتنا، وتعال الاول نعمل الايه، السورتنج، مور سورت اوبشنز، ونقول له ديسندنج، هنسورت ديسندنج من الكبير للصغير، واعمل لي كاونت اوف اوردر اي دي، وادوس اوكي. فهتلاحظ ان ويليام براون عامل 37 اوردر، وبول بروست 34 32. فلاحظ ان اعلى حاجه 37. طيب لما نيجي بقى للعمليه الحسابيه اللي احنا حاطينها اللي هي الكاونت اوف اوردر دي، وهندوس عليها ونقول له فاليو فيلد سيتنجز، وهاجي هنا وهقول له مش هقول له كاونت بقى، هاجي ادور كده هلاقي في حاجه اسمها ديستنكت كاونت. وخد بالك من حاجه، الديستنكت كاونت دي مش هتظهر لك ومش هتبقى موجوده غير لو انت شغال بالديتا موديل. لو انت شغال بيفت تيبل عادي بره الداتا موديل مش هتظهر لك الديستنكت كاونت. الديستنكت كاونت مش هيظهر غير فين، في حاله الداتا موديل بس، اللي هو ان انت اكنك مشغل بيانات معتمد على الباور بيفت يعني انت شغال. وهدوس اوكي. هتلاحظ هنا بص الاوردرات بقت كام، نزلت من 37 ل 34. خدت بالك ان الرقم كان مضلل جدا، ان الرقم في الاول كان ظاهر لنا واحد اسمه ويليام، كان هو عامل 37، باين لك ان هو عامل 37 اوردر. ليه؟ لان هو عدد السطور، عدد الاوردر اي دي بناء لكل عميل، راح دخل لكل عميل وعدله عدد الاوردرات بتاعته. بس هو عدد الاوردرات حتى لو الاوردر ده متكرر مرتين 3 4 10 هيعدوا، يعني ممكن عميل في اوردر واحد يطلب مثلا 10 ايتمات، فهو عد كل ايتم منهم كاوردر. ولكن لما انت تعمل ديستنكت كاونت، فهو اخد الاوردر واحد، لو عمل 10 ايتمات، فال10 ايتمات قصادهم نفس الاوردر اي دي، فهياخد الاوردر اي دي دوت مره واحده فقط، فهيبان لك ساعتها معدل التردد. يعني الراجل ده جالي الفرع طلب مني كام مره، فدوت فعلا دخل لي ايميلي فان دي مثلا طلبت مني او دخلت عملت اوردر عندي 17 مره متكرره ورا في فترات متباعده. هتلاقي ان هو مش عارف الراجل اسمه مش عارف ايه، كارول دوت دوتشوس كارول، اسمه غريب قوي، جالي 13 مره. خدت بالك لما احنا الاول في اللي عملنا عادي كان في واحد اسمه ويليام براون وبول بروست وجون لي. لما تيجي تروح تبص طيب على ويليام براون ده، لو انا جيت على ال 37 دول ودوست دبل كليك هيفتح لك شيت كده، والشيت ده هيبقى فيه البيانات الخاصه بال 37 اوردر، ال 37 كاونت اللي احنا عملناهم. فهتلاقي بص شايف الاوردر ده متكرر كام مره، اوردر اي دي هو 3 مرات، والاوردر دوت ادي كده مره، وبعد كده ده هتلاقي مرتين، وده هتلاقي بص فيه الاوردر مثلا دوت كل عدد دي. ليه؟ لان هو الراجل ده طلب الاوردر دوت، لما تيجي تبص هتلاقي طلب في الاوردر الواحد ده كام ايتم، هتلاقي مثلا طالب حاجات من التكنولوجي ومن الفرنتشر والاوفيس سبلايز، وطالب بص حاجات مختلفه قوي لايتمات مختلفه، بس كلهم كانوا في نفس الاوردر. فانا في الكاونت العادي عديت كل اوردر، عديت الاربع ولا الخمس سطور دول، عديت كل سطر منهم اوردر، مع ان هو كل ده اوردر واحد اصلا. فلما عملت ديستنكت كاونت عديتها لي صح. تمام. فانت كده فهمت. واروح امسح الشيت دوت خلاص مش عايزه. انا جبت الشيت ده ازاي؟ عن طريق ان انا لما اشوف رقم وعايز انفستيجيت وراه ادوس عليه دبل كليك، هيروح فاتح لك شيت جديد فيه البيانات اللي انت اخترتها دي، بس البيانات دي بس خاصه
بالراجل او لحظه بالك من جدول اوردرز اهو، اسم ده هتلاقيه خاص بالكاستمر اي دي ده بس، اللي هو ويليام براون اللي احنا اخترنا له الرقم بتاعه. واقدر امسح الشيت ده تاني عادي كده، ادوس ديليت وامسحه عادي جدا. طيب فنرجع تاني ونقول له فاليو فيلد سيتنجز، ونروح نقول له ديستنكت كاونت واقول له اوكي. وبعدها بقى يا سيدي هروح هنا اعمل له واقول له مور سورت اوبشنز، اقول له فاليو فلتر واقول له توب 10، واقول له توب 10 ايتمز باي ديستنكت كاونت اوف اوردر اي دي. وهم دول اعلى 10 عملاء عندي في معدل الطلب بتاعي. فساعتها هقول له كده ايه توب كاستمرز باي اوردر فريكوانسي، دول اعلى ناس عملت اوردرات. فانا كده جاوبت على السؤالين دول. طيب فهو اصلا السؤال دوت اصلا انا كنت مكرره هنا، احنا عايزين نعرف التوب كاستمر تيرم في اوردر فريكوانسي، فهو خلاص ما كانش لازم ان احنا نحطه هنا. هنا كده كان ايه عدد السيلز، فاحنا كده اكننا جاوبنا على الثلاث اسئله دول. واحنا كده ايه خلاص عملنا كده كفايه كده المره دي الثلاث اسئله دي. فهمت حته فكره ديستنكت كاونت وفكره الترتيب وبتاع. المره الجايه هنحاول نجاوب على بقيه الاسئله دي كلها عشان خاطر نكون شرحنا شويه حاجات تانية خلاص بسيطه. وعملنا 3 بيفت تيبلز كده بساط موجودين، هدفهم ان احنا نحلل البيانات. ونبدا بقى المره الجايه برضو نخش اتقل ونتقل شويه ونتعامل في حاجات اكتر فيما يخص البيفت تيبلز وتحليل البيانات في بالبيفت تيبلز في الاكسل يا سيدي. اتمنى ان الحلقه النهارده ان شاء الله تكون عجبتك وقدرت انك تستفيد منها بشكل كويس. اهم حاجه تطبق وتشتغل بايدك وتتابع معانا على طول. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. ولو عايز تدعم القناه انزل تحت هتلاقي فيه باقات دعم كتير، واشوفك على خير.